السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركة ديزاين. احنا فين؟ احنا في كومباوند قلمة بحدائق اكتوبر. ده رابع يوم شغل لينا. احنا ابتدينا المرحلة الأولى اللي هي تأسيسات السباكة والكهرباء والتعديلات المعمارية وتأسيس مواسير فريون التكييف. هنتكلم في الموقع ده ايه العقبات اللي بتقابلنا، او ايه انا كمهندس اما بنزل اشوف السايت في البدايه خالص لازم اركز على ايه. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم ان القمر بكامل داير ما يدور الشقه بالكامل. ده النظام الانشائي الاستاتيكال سيستم بتاعه اسمه سوليد سلاب. سوليد سلاب بيعوقنا شويه في اعمال التعديلات المعماريه، بخلاف شغل فلات سلاب اللي انت تكسر ترحل تودي مكان الحيطه مكان تاني ما بيبقاش فيه مشكله. انما احنا هنا في السوليد سلاب ان القمر داير ما يدور الشقه بالكامل. فلو انا رحلت مثلا الحيطه دي 50 سم كده، اصبح ان انا معايا سقوط كاميرا 60 سم موجود هنا، هيبقى شكله وحش جدا. هنتكلم بقى بدايه التعديلات المعماريه وبدايه التاسيسات. احنا بالمناسبه خلصنا تاسيسات السباكه وشغالين تاسيسات كهرباء. طيب انا كان دخولي من باب الشقه كان معايا الحته دي مقفوله مفتوحه على المطبخ. طيب العميل طلب، قال انا عايز حمام ضيوف في البدايه. طيب حمام ضيوف في البدايه احنا فتحنا الباب ده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. الباب هيفتح شمال، معايا جوه لسه طبعا تاسيسات الكهرباء شغاله فالدنيا مش منوره. معايا خزان دفن في الوش، ومعايا الحوض على اليمين، حوض 45 لحمام الضيوف، مش محتاجين حوض اكبر من كده. طيب يبقى اصبح ان الحمام ده صغير لحمام الضيوف. ده اول تعديل معماري عملناه، ان احنا عملنا مكان لحمام الضيوف. دخلنا بعد كده على مكان الريسبشن. مكان الريسبشن زي ما انتم شايفين مكان ما شاء الله كويس. معانا هنا الانتريه، معايا هنا مكان للتلفزيون، معايا هنا مكان للسفره. مؤسسين هنا البرايز اللي في العالي دي، ده كافي كورنر هيتحط في المكان ده، فلازم احط له البريزه بتاعته. نخش بعد كده على المنطقه دي. تعالى كده هندسه. طيب المنطقه دي كانت معايا فيها تعديلات معماريه ان هي ماشيه طوالي كده لحد هنا ومقفله بالطريقه دي. فاصبح ان انا معايا مشكله كبيره قوي. ده قبل ما نبني الحتتين دول، معايا المشكله دي ان سقوط القمر هنا 60 سم، ولسه انا هعلى. وسقوط القمر ده كان فيه هنا سلك شبكه المفروض اقفل عليه، فاصبح ان اللي داخل الطرقه دماغه هتخبط فوق. فاحنا عدلنا، عملنا المطبخ بالطريقه دي مقفل هنا، وعدبانينا الحيطه دي مع الكاميرا بحيث ان هي ما تديش علاقه مش احسن حاجه. دي تاني تعديلات معماريه. نخش على المطبخ. المطبخ طبعا زي ما انتم شايفين، اما احنا عملنا مكان لحمام الضيوف فخلاص بنينا الحته دي، الحيطه دي بالكامل مبنيه. طبعا العميل دي كانت ارادته. توزيعه المطبخ سريعا، معايا هنا الحوض، معايا هنا تاسيس للسخان الفوري، معايا هنا تاسيس للفلتر، معايا هنا المحبس العمومي المنفصل بتاع المطبخ. نخش بعد كده، معايا هنا الغساله، معايا هنا مكان للبوتاجاز، طبعا الوحدات دايما ما يدور، معايا هنا دولاب، معايا هنا الثلاجه. كان العميل طالب في المطبخ ده عايز تاسيس للتلفزيون، وعايز برضه تاسيس للتكييف. لسه مواسير فريون التكييف ان شاء الله هنبتدي فيها بكره. نخش فيه الحمام الرئيسي على الرغم من ان هو صغير لسه، طبعا حاطين الاسمنت فيه. الحمام ده معزول واختبرناه، وحتى الشركه الالمانيه اختبرت ضغط المواسير. معايا اول لما تخش على الشمال الحوض، معايا هنا الغساله، معايا تاسيس للسخان فوق الغساله. الحته دي كلها تتقفل دولاب بالكامل. معايا الناحيه الثانيه القعده، معايا هنا يمين الباب وانت داخل، معايا الشاور كابن في الحته دي وهتتقفل. نخش بعد كده على الغرفه الماستر. الغرفه الماستر احنا برضو رحلنا الحيطه دي وعملنا الحته دي قصيناها. نخش بعد كده على الحمام. الناس شغالين تعديلات معماريه سريعا كده. معايا هنا الحوض 65، معايا هنا خزان الدفن، معايا هنا برضو الكابن موجوده في الجزئيه دي وهيتقفل عليها ويتعمل الخوارنقات بتاعتها عشان الناس لسه شغاله. نخش على الغرفه الماستر. طبعا لازم نتعود ان احنا معانا في الغرفه الماستر نشوف اماكن الكومود فين، نحط فوق البريزه بتاعته. معايا السرير 180، معايا هنا كومود، معايا الدولاب ماشي لحد مقفل لحد الحته دي هنا بسوي الحمام. ودي كده انترانس للغرفه الماستر. نخش بعد كده على غرفه الاولاد. لو خدتوا بالكم ان الشقه كامل داير ما يدور معموله قمر. غرفه الاولاد كان معانا هنا سرير 120، معايا كومود سرير 120، معايا هنا مكان
تاسيس للتكييف، معايا هنا مكان العلب اللي في العالي بتبقى تاسيس للمكتب، ومعايا الدولاب مكمل لحد الاخر، وحاطين برايز ورا الدولاب بحيث ان احنا هنعمل ليب بروفايل او هنعمل اي حاجه يبقى احنا مامنين نفسنا. نخش مع الغرفه الثالثه. معايا برضو سرير 120، معايا كومود، معايا سرير 120، معايا نفس الموضوع برضو الدولاب بتاعنا، معايا تأسيس برضو للمكتب. اللي انا عايز اقوله ايه في الشقة دي؟ اللي انا عايز اقوله ان اول نزولي للموقع لازم احدد الاستاتيكال سيستم بتاع الموقع، هل هو سوليد سلاب، هل هو فلات سلاب. فلات سلاب خلاص اعمال التعديلات المعماريه بتاعتنا بتبقى سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشاكل. طب في السوليد سلاب يبقى لازم اعمل حساب التعديلات المعماريه، ايه اللي هيمشي، ايه اللي هيبان معايا قمر لازم اعملها في حساب الديكور. السلك اللي هيتوصل من هنا لهنا وفي كاميرا في النص هنوصلها ازاي. دي حاجات مهمة جدا لازم تاخد بالك منها عند بداية أي استلام موقع. الحاجة التانية المهمة جدا لازم أشوف أماكن الصرف. أماكن الصرف أماكن الصرف الخارجي هل هي موجودة فين، عشان لو أنا احتمالية ترحيل حمام عمل حمام تاني، يعني عاملين حمام تالت هنا، لازم أشوف أماكن الصرف هل ينفع ولا لأ. الحاجات دي كلها لازم تتشاف بالعين الأول، يتعمل عليها تقرير كامل، وبعد كده نبتدي في أعمال التعديلات المعمارية. شكرا.